صباح الخير وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى واستكمالا لسلسلة الصواني اللي بتتعمل في الفرن، هنعمل النهاردة وصفة من وصفات البطاطس. طبعا البطاطس موجودة في كل بلاد العالم وليها وصفات كتير جدا، والنهاردة حابة أشارك معاكم وصفة من وصفات البطاطس، هي البطاطس البيوريه باللحمة المفرومة. وصفة سهلة جدا وما بتاخدش وقت في إعدادها، مكوناتها كمان بسيطة وموجودة في كل بيت، وكمان خفيفة على المعدة، وممكن نزود قيمتها الغذائية شوية لما نضيف خضروات مع اللحمة المفرومة، أي نوع خضار انتوا حابينه. انا قسمت المكونات نصين، النص اللي على اليمين اللي فيه البطاطس واللبن والبيض، دول اللي هنعمل بيهم البيوريه، والناحية التانية اللي هو اللحمة والطماطم والبصل، دول اللي هنعمل بيهم اللحمة المتعصجة. نبدأ الأول بالجزء اللي فيه البطاطس من 1.5 كيلو ل2 كيلو، دول كويسين جدا للصينية المربعة اللي هي بتبقى الحجم الوسط. معانا طبعا 2 بيضة ومعايا كوباية لبن. الناحية التانية اللي فيها اللحمة المتعصجة، انا زودت لحمة النهاردة لاني مش هعمل للبطاطس بس، انا هعمل شوية لحمة زيادة علشان اخليهم في الفريزر وقت ما اجي استخدمهم يبقوا جاهزين. ودول بصلتين ومعاهم معلقة سمنة، ومعايا كمان حوالي 4 أو 5 طماطمات، ضربتهم في الخلاط وصفيتهم وسبكتهم شوية على النار عشان ما ياخدوش وقت معايا وانا بحطهم وبضيفهم على اللحمة. طبعا ممكن نستبدلهم بمعلقتين من الصلصة عادي جدا. بالنسبة للبطاطس انا بجيبها وبغسلها، بس طبعا قبل ما اغسلها لازم تتنقع لان هي بيبقى ملزوق فيها كده طينة زراعية، فلازم تتنقع شوية عشان واحنا بنغسلها يبقى الموضوع سهل علينا. بعد كده في حلة على النار وبحط فيها البطاطس عشان نسلقها، انا بسلقها بقشرها علشان كل القيمة الغذائية بتاعتها والفوائد بتاعتها ما تنزلش في المية. طبعا مش هنحط لها الملح دلوقتي، هنحطه لها قبل تمام التسوية بربع ساعة بس. طيب على بال ما البطاطس بقى تستوي في المية اللي بتغلي، هنحضر اللحمة المعصجة او العصاج بتاعنا. بصلتين على النار، طبعا دول بصلتين كبار لان انا هعمل كمية لحمة مفرومة، حبة هعملهم للبطاطس البيوري النهاردة، والحبة التانيين هشيلهم في الفريزر بيكونوا جاهزين لأي وقت انا مشغولة فيه او مستعجلة، بطلعهم بيكونوا جاهزين. البصل دبل على النار، بعد كده رحت حاطة اللحمة المفرومة، وطبعا في الاول مش بقلبها كتير، بسيبها كده شوية لغاية لما تاخد لون من تحت وابدأ اقلبها الناحية التانية. التوابل اللي بنحطها هي عبارة عن معلقة ملح، وطبعا عشان هنا عندي كمية فحطيت معلقتين ملح، ونص معلقة فلفل، هنا معلقة، وربع معلقة من جوز الطيب، وربع معلقة كمان من القرفة. وهي اللحمة كده بدأت ان هي تدخل في السوا، نزلت مية طبعا شوية لازم، فبنسيبها لغاية لما تتشرب المية بتاعتها وتتبخر وتبدأ ان هي تتعصق في المادة الدهنية اللي احنا حاطينها. لما بلاقي المية بقى اتبخرت خلاص واللحمة بدأت ان هي تتحمر شوية في المادة الدهنية، بروح نازلة على طول بالصلصة او بالطماطم اللي انا مسبكاها علشان تدي لون حلو للحمة ويبقى لونها كده محمر وشكله حلو. كده تمام، اللحمة جهزت معانا. هنشوف دلوقتي ايه اخبار البطاطس. تمام كده البطاطس استوت، وقبل تمام التسوية حطيت لها معلقتين من الملح، ولازم تتقشر وهي دافية، يعني عشان لو بردت القشرة هتبقى ماسكة فيها وهتطلع بصعوبة، فقشرتها وهي دافية، وبعد كده هرستها بالهراسة بتاعة البطاطس علشان خاطر ما يبقاش فيها اي اجزاء سليمة. وكده بقى عندي بطاطس بيوريه جاهزة ان نضيف عليها بقية المكونات. فاول حاجة هضيفها هي البيضتين وعليهم شوية ملح وفلفل اسمر علشان خاطر يطعموا لي البيض شوية ويخلوه ما يبقاش فيه ريحة زفارة. هنضربهم كويس عشان ما يبقاش فيه تكتلات، وبعد كده هنضيفهم على البطاطس. هضيف كمان كوباية اللبن، وهضيف شوية ملح وفلفل صغيرين لان يعتبر كل حاجة فيها التوابل بتاعتها، فانا مش محتاجة كتير، يعني هو نص معلقة صغيرة ملح وربع معلقة صغيرة فلفل.
هنخلط بقى كل الكلام الجميل ده مع بعضيه، وبعد كده هنجهز الصينية بتاعتنا بمعلقة سمنة كده، وهبدأ ادهن كل الصينية. وفيها خطوة اضافية لو حد حابب يضيفها اوكي. بعد ما بندهن الصينية بالسمنة، بنجيب معلقة واحدة بس من البقسماط الناعم ونفرشها في الصينية من تحت. بعد كده حطيت نص تقريبا كده كمية البطاطس البيوريه، هحاول كده اوزعها في الصينية بالتساوي. هستخدم الاسباتولا او ممكن بايدينا، بس نبل ايدينا شوية مية صغيرين كده. يعني نجيب طبق كده فيه مية ونبل ايدينا فيه، وبعد كده نساوي بايدينا علشان البطاطس ما تقعدش تلزق في ايدينا وتضايقنا. بعد كده بنحط كمية اللحمة المفرومة اللي عندنا ايا كانت الكمية، ربع كيلو نص كيلو زي ما احنا عاوزين. وبرضو هنفرشها على طبقة البطاطس الاولانية، وبعد كده نحط الطبقة التانية. طيب علشان يبقى فرد الطبقة التانية من البطاطس على اللحمة المفرومة عشان يبقى سهل شوية، لان دي بطاطس بتلزق على اي حاجة احنا بنحطها فيها، فممكن لو احنا حطيناها كلها مرة واحدة على اللحمة المفرومة وجينا نفردها، نبص نلاقي اللحمة المفرومة بتتحرك معاها بتتلزق فيها. فعلشان الفرد يبقى اسهل شوية، لازم ننزل البطاطس البيوريه على شكل اجزاء متوزعة كده على اللحمة المفرومة من فوق. بعد كده نبدأ نفردها، هتبقى معانا سهلة جدا. نفردها بقى بالاسباتولا، نكمل بايدينا، وزي ما قلنا نبل ايدينا شوية مية كده صغيرين، ونبدأ نفرد بيها البطاطس البيوريه. هتتفرد معانا بمنتهى السهولة من غير ما تضايقنا. اخر خطوة بنعملها قبل ما ندخل الصينية الفرن، ان احنا بندهن الوش بتاعها بسمنة علشان خاطر تدينا لون حلو في الاخر. وبرضو الخطوة الاخرانية دي اختياري، يعني اللي عايزها تبقى خفيفة ومن غير اي دهون خالص ما يحطش. وممكن يتحط كمان جبنة موتزاريلا، ممكن نعمل لها رشة بقسماط، ممكن بمعلقة بيض واحدة من البيضتين اللي احنا ضربناهم وحطيناهم مع البطاطس. ممكن بمعلقة واحدة بس من البيض ده لو ركناها على جنب ندهن بيها وش الصينية. يعني في اختيارات كتير جدا. هدخلها الفرن وهشغله من تحت بس لغاية لما من تحت ومن الجوانب تبدأ تحمر. وبعد كده هنزلها في الرف اللي تحت خالص، واقفل الفرن وافتح الشواية شوية علشان تطلع باللون الخطير اللي احنا شايفينه دلوقتي. عايزة اقول لكم طعمها وريحتها تحفة بجد، والاكتر من كده ان هي اكلة خفيفة على المعدة جدا، يعني مفيهاش اي صعوبة خالص، وصحية جدا للكبار وللصغيرين، ومش بتاخد وقت خالص. يعني في خلال نص ساعة ممكن تكوني حضرتيها. اتمنى ان فيديو النهاردة فعلا يكون عجبكم، واتمنى ان انتوا كمان تجربوها وتعجبكم وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. شكرا للمتابعة، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جاية كتير. باي باي.